ولو انتظمتي عليه بالطريقه اللي انا قلتها لك، اي مشاكل في بشرتك، اي مشاكل خطوط، بهتان، بقع، هالات حوالين العين، خطوط حوالين العين، ترهل، اي حاجه في بشره وشك هتبتدي تتعالج بالتدريج. كل شهرين 3 كده كنت بروح لدكتورة الجلدية بتاعتي تعمل لي سيشن نضارة، كانت بتعمله بالديرمابان. كانت بصراحة بشرتي بتطلع تحفة منورة كده ونضرة وجميلة، فقلت ليه انا ما اجيبش الجهاز ده واعمله بنفسي، خصوصا ان انا قريت عنه حاجات حلوة جدا، ان هو بيغير الجلد خالص وبيجدده بالانتظام عليه. وطبعا مع المبالغ الرهيبة اللي بياخدوها دكاترة الجلدية، فاحنا ما بنقدرش نلتزم بالسيشن ده ان احنا نعمله كل اسبوع او كل 10 ايام في العياده. بغسل الوش كويس جدا جدا بالغسول اللي عندي، ولا يبقى فيه بواقي ميك اب، ولا بيبقى فيه بواقي كريمات، ولا اي حاجه. لازم اغسل وشي كويس جدا، وبغسل السنون دي برده كويس، وبرشها باي كحول عندي، لكن ما بحطش كحول على الجلد. اول حاجه بعملها ان انا بجيب كريم مخدر، هو ده الكريم اللي انا بستعمله. بجيب كريم مخدر بدهن بيه وشي كله، وما تستخسريش في موضوع الكريم المخدر، هي الشكشكه مش هتوجعك قوي، ولكن الكريم المخدر هيخليكي تشتغلي بقى اريحيه عشان تدي السيشن حقه. يبقى انا هجيب الكريم ده هدهنه على وشي كله وحوالين العين في كل وشي، وهسيبه لمده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هحس ان بشرتي كده منمله، هحس بان المخدر اشتغل. هشطف وشي بميه فتره عاديه من الحنفيه، وبعد ما اشطف وشي هجيب اي سيرم يكون فيه ايه بقى، يكون فيه هيرونيك، يكون فيه بيبتايد، يكون فيه مارين كولاجين، اي حاجه. انا استعملت السيرم ده سيلات اليكسير، واستعملت برضو منه الهيلورونيك، واستعملت في مره قبل كده الهيلورونيك العادي الصافي، بس ده منتج جاي من بره يعني، بس هو هيلورونيك بيور. واستعملت برضو في مره تانية الايفريس، وده انا كلمتكم عليه. المهم ان حاجه فيه مواد ملطفه، هيلورونيك، بيبتايد، زي ما قلنا كولاجين، مارين كولاجين، اي حاجه، كيوتين، اي حاجه من المواد الملطفه دي. لو لقيتي وانتي شغاله البشره نشفت، شربت السيرم اللي انتي حاطاه ونشفت، حطي تاني، ما تقلقيش. واوعي تستعملي مقشرات، او يعني السيرم اللي هتحطيه على بشرتك ولا يكون مقشرات، ولا يكون فيه احماض فواكه، ولا يكون فيه مشتقات فيتامين اي ولا فيتامين سي. استعملي الحاجات اللي انا قلتها لك بس. اي براند انت بترتاحي فيه هو ده اللي هتحطيه على بشرتك اثناء السيشن بتاع الدرمابان. الجهاز تكنيكو كده بيشتغل من هنا، بضغط كده فبيوصل له الكهرباء، فبيشتغل. بص كده دي السنونه اهي بتمشي كده في حركه سريعه، بظبط السرعه من الدرجه اللي هنا دي كده، بلفها بالسرعه اللي مطلوبه. بتشتغل كده السنون دي، بتخش جوه الجلد، بتحفز بقى، بتعمل شكشكه بسيطه في الجلد، فبتحفز بقى الكولاجين والالاستين، فبتبتدي تنتج خلايا جديده، فبتعالج بقى اي مشكله في الجلد، بقع، خطوط، كلف، هالات، ترهل في الجلد، اي مشاكل في الجلد بتعالجها. ما تضغطيش وانتي بتشتغلي، هي السنون لوحدها هتخش في الجلد، ما تقلقيش، خليكي كده بالراحه. بس المهم ان المكان اشتغلي عليه مرتين 3، روحي وتعالي عليه مرتين 3. وطبعا بعد ما بتخلصي لازم تغسلي السن ده كويس، وترشيه بكحول، وتحطيه في شنطه او في حاجه مقفوله. ما تلاقيش لما تلاقي الجلد احمر، ده وضع طبيعي جدا. بعد ما هتخلصي السيشن بتاعك هتجيبي كريم فيوسيدين، ده من الكريمات المضاده للالتهاب وعشان الاحمرار. هتستني بعد السيشن حوالي مثلا نص ساعه لحد ما الحاجه كلها، السيرم كله يتشرب والبشره تهدى شويه. بعد كده هتدهني الكريم ده على وشك وتحت عينك، حاجه خفيفه خالص، ما تكتريش. بالنسبه للمقاس اللي هتستعمليه للعين، انت عندك هنا تدريج المقاسات من اول ربع لحد 2.5. فانت المقاس اللي المنطقه اللي حوالين العين، لان هي طبعا منطقه رقيقه جدا، فاحنا بنستعمل لها مقاس ربع او نص. ولما وشك يتعود على الدرمابان ممكن تستعملي 1، لكن اخرنا 1. اما في الوش فدوسي زي ما انت عايزه، يعني وصلي ل2.5 مفيش مشكله خالص. وهنقعد بعد السيشن ده لمدة يومين، مش هنحط اي احماض ولا مقشرات ولا فيتامين سي ولا اي حاجة على البشرة. هنكتفي بس بالمرطب وواقي الشمس. بعد كده لو انت عايزة تحطي اي حاجة تاني على بشرتك حطيها بعد يومين. السيشن ده بيتعمل من اسبوع ل10 ايام بس، كل اسبوع او كل 10 ايام. ما تزوديش، ما تعمليش كل يومين او كل 3 ايام، غلط خالص، انت كده هتاخدي نتيجة عكسية تماما.
بالنسبة لسعره، أنا لما جبته من كام شهر كان عامل حوالي 800 جنيه. السنون دي بتتباع لوحدها، السن ده يعمل حوالي 5 جنيه تقريبا. بس يعني أنا ما بجيبش سن واحد، أنا بجيب بالعروض، يعني اللي هما بيعملوا عرض 10 على بعض 15 على بعض بيكون سعرهم أقل من كده. السن ده يعني تستعمليه مرتين أو 3 مرات بالكتير قوي، ما تزوديش عن كده عشان تاخدي نتيجة حلوة من السنون دي. صدقيني لو انتظمتي عليه مش هتضطري تجيبي روتين يومي فيه فيتامين سي وفيه ريتينول وفيه مقشرات، وتضطري تصرفي فلوس في كل المنتجات دي. هيبقى يكفي قوي السيشن بتاع الديرمابان، وبعديه تقدري تنتظمي على مرطب كويس ومواد ملطفه زي الهيالورونيك والبيبتايد زي ما قلنا، وطبعا واقي الشمس لما تنزلي. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.